السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معانا في وصفة النهاردة. هنعمل خبز للسندوتشات جميل جدا وسهل معانا، وان شاء الله كلكم هتعرفوا تعملوه زي الكايزر وزي الفينو واسهل منهم كمان. معانا كده في المقادير كيلو دقيق نخلناه، ومعانا حطينا معلقة سكر، معلقة ملح، كيس لبن بودرة، معانا كيس خميرة فورية، ويبقى معانا نص كوباية زيت. بس هي دي كل المقادير اللي معانا يا جماعة، وهتشوفوا معانا احلى خبز للسندوتشات اخر جمال. انا طبعا نخلت كيلو دقيق وحطيت معلقه ملح صغيره، معلقه سكر، وادي نزلنا بكيس اللبن البودر وكيس خميره فوريه. تمام، كل المواد الجافه على بعضها، ومش هياخد معانا وقت، وخفيف وسهل جدا. هنقلب كده كله مع بعضيه كده زي ما حضراتكم شايفين، كل المواد الجافه مع بعضيها كده حبايب قلبي. تمام. وبرده معانا ميه دافيه للعجن، ميه دافيه ماشي يا جماعه، عشان عاوزينه يخمر بسرعه وايه. وطبعا كنت اعمله عشان وقت غدا وكده. دي معانا اهو ربع كوبايه زيت، او لو كوبايه صغيره يبقى نص كوبايه زيت صغيره بس يطعم لنا العجينه. هنقلبها كده مع الدقيق كده، يعني نحاول نفركها كده مع الدقيق على قد ما نقدر. العجينة دي يا جماعة دي عجينة نعمل منها الفينو، نعمل منها الكايزر، نعمل منها اللي هو السميط. بس طبعا السميط ده ممكن نضيف بقى ايه نص كوباية سمنة او ربع كوباية سمنة بدل الزيت عشان يدينا هشاشة وطراوة. تمام، يعني ممكن نعمل منها معجنات كتير قوي، قرص ملازة بتاعة الافران اللي هي السادة. يعني بصوا تشكيلة جميلة جدا ممكن تعملها بنفس العجينة دي وبالسهولة دي. دي معانا دلوقتي مية دافية للعجن، بنعجن كده بقى. عاوزين العجينة حلوة، مش عاوزينها سايقة يعني طرية ولا ماسكة قوي، وسط. تمام، هتشوفوها في النهاية عشان نعرف ايه نشكلها. نعجن بقى كده زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا ايه يعني اخلص بس العجينه معاكم واوريكم هي اتعجنت بقد ايه، وبعد كده هسيبها بقى وانا اكمل مع نفسي على الرخامه. بعجن فيها كده 10 دقايق عشان تبقى هشه معانا. احلى حاجه في المخبوزات يا جماعه تعجنوا حلوه قوي تاخدوا احلى نتيجه. انا ما كنتش اعرف موضوع العجن ده زمان، ان انا لازم اعجن 10 دقايق. الواحد برضو بيعيش ويتعلم، فما كانتش الفطائر تطلع معايا هشة بالقدر اللي انا عاوزاه. مع الوقت عرفت ان لازم العجن يا جماعة، الواحد كانت دراعاته بتتعب وبتغدل، اقوم ايه يعني دقيقة دقيقتين كده اقوم لما العجينة وخلصنا. فتلاقي الحاجة مكتومة، انما مع الوقت عرفت ان هي لازم تتعجن 10 دقايق لربع ساعة تبقى الحاجة معاكي خطيرة. احنا قرصناها كده عملناها 16 قطعة الكيلو دقيق، وهنسيبها تريح. تمام، مش هنخمرها، هنسيبها بس تريح كده. لو سيبناها مثلا في حدود 10 دقايق وجينا دوسنا عليها بصبعنا كده، هنلاقي الدوسة دي نزلت لتحت وما طلعتش تاني، تعرفوا كده انها ايه، العجينة ريحت معانا. انا طبعا غاسلة الرخامة وبحب اعجن عليها قوي لانها بتبقى سهلة قدامي وايه، وبتخليني اتحكم في العجينة اكتر. تمام، هنبتدي ناخد قطعة قطعة كده بقى. احنا كورناها يعني في حدود زي البرتقانة كده اللي هي الوسط. تمام، حطينا شوية زيت صغننين عشان خاطر برضو العجينة ما تلزقش. سهل جدا ومفيهوش اي حاجة، وفي لحظة هتعملوه. بصوا هنفردها بقى كده زي الرغيف العيش اللي هو بتاع الافران، وهنقوم دهنين عليها كلها كده شوية زيت صغيرين. تمام، عشان احنا ايه بندهن الزيت ده عشان لما نيجي نطبقها ونسويها نيجي نفتحها تتفتح معانا بسهولة. تمام، هنتنيها اتنين كده زي السندوتش، ونقوم ايه شايلينها بقى في صينية مدهونة برضو دهنة زيت خفيفة. تمام، دي بقى تنفع للرحلات. الشندوتشات دي تنفع بقى هتعملوا مثلا أكلة في البيت، عاوزين ندلع عيالنا بقى هنعمل لهم أكلة زي اللي هتشوفوها النهاردة. بالسندوتشات دي كلها حاجات سهلة. عاوزين ناكل بدون مكرونة ورز، هنعمل سندوتشات كايزر بالبرجر بالفراخ زي ما هنعمل النهاردة بأي حاجة انتوا تحبوا تعملوها، شاورما، ده ينفع لكل حاجة.
الخبز ده اللي هو بتاع السندوتشات ده. بس صراحة انا مش عارفة هو اساسه ايه، يعني اساسه مصري ولا اساسه تركي ولا اساس الوصفة دي ايه. لو حد من حبايبنا اللي في الدول العربية عارف اساس الخبز ده مصري ولا تركي ولا اساسه ايه بنفس الشكل والتكنيك ده يقولي في التعليقات. تمام. بنحطه بقى يعني ايه، بنسيب بقى فوارق كده ما بينهم عشان الخمر، لان احنا لسه هنخمره. هو كده مخمرش، احنا بس سيبنا العجينة ريحت شوية. وبعد كده اخر ما نخلص هوريكم دلوقتي، هتابعوا معايا الفيديو ونشوف هنخلص ازاي ونكمل بقية الوصفة ازاي. وبعد كده نسيبها تخمر. كده كنا خلصنا اهو. اول صينية هندهن بقى دهنة زيت على الوش او دهنة حليب. يعني اللي انا يعني متخيله ان الزيت هيديها لمعه، بس على ما اظن لو في حليب برضو هيديها لمعه اكتر وهيبقى افضل. تمام. وهنحط شويه سمسم كده، عندنا حبه البركه نحطها، عندنا شويه زعتر نحطه اللي يريحكم، مفيش حاجه خلاص يبقى ندهن دهنه حليب. وايه، وندخله بقى ايه الفرن على درجة حرارة عالية، على اعلى درجة، ونشغل من تحت. وبعد كده اول ما تحت يبتدي ياخد لون ذهبي نطلع بقى على الشواية او نشغل الشواية فوق وتحت. انا مدخلاه فرن الكهرباء عندي على 250، مشغلة فوق وتحت، واستوى وكان زي الفل. تمام. انا حطيت على وشه سمسم كده، بس والله العظيم وقع بعد ما حطيته، وقع معرفش وقع ليه. يعني بعد ما طلعته من الفرن وجيت اشيله لقيت السمسم ده وقع اغلبه. هو بس للتزيين مش اكتر. كده كنا خلصنا اول صينية اهو، هنسيبها بقى تخمر. تمام يا حبايب قلبي، هنشيلهم على بعضهم بقى كده ونحطهم لما يخمروا. وبعد كده نبتدي بقى ايه ندخل في التسوية زي ما انا قلت لكم. كده كنت خمر معانا، وكان ده اول صاج طلعته اهو، تسوية جميلة جدا. تمام. وانا كان عندي ستريبس كنت عاملاه، طبعا طريقة الاستريبس عندكم في القناة، ممكن تدخلوا على القناة وتشوفوا الفيديو، عملته اكتر من مرة. بصوا الجمال بقى بيتفتح بسهولة ازاي، خطير يا جماعة، وهش وطعمه بقى مش قادرة اقول لكم على الجمال. وما شاء الله الرغيف مشبع جميل جدا جدا جدا. يعني انا عندي احلى من الفين واحلى من الكايزر واحلى من كل المخبوزات اللي ممكن تنفع للسندوتشات. ده الاستريبس كنت جايبه صدر فرخه وعملته بالطريقه المعتاده اللي انتوا عارفيني بعملها بيها. واللهم بارك، كان مرميلي كميه حلوه. عملته وقليته وحطينا السندوتشات كده، حطيت شيبسي وحطيت فيها الاستريبس زي ما انتوا شايفين، وكان جنبها بنتي عملت توميه. اللهم بارك، كان حاجة اخر جمال. ويا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم. وده كان الشكل النهائي للساندوتش. وبقى اعملوا فيه كل ما يحلو لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.